السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة واحسن حال. جاي لكم النهارده في فيديو جديد، فيديو مشوق طبعا معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا انا عملت ايه. يا ريت لو انت ما انتش مشتركه معايا في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. حط لي اللايك وكومنت القمر بتاعك وتنوريني طبعا وتبقي اختي من اخواتي. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. يا صباح الجمال او مساء النور على حسب ما انتوا بتشوفوني يا حبايب قلبي. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير باذن الله يا حبايب قلبي. النهارده بقى جايه لكم باول يوم رمضان. النهارده بقى عملت عزومه لاهل جوزي والحمد لله ان انا قدرت ابقى قد العزومه ديت وان انا طلعتها بشكل يعني محترم، وان انا كمان شرفت جوزي قدام اهله. وانا كنت قلقانه جدا ان انا علشان عملت كده الاكل كله مع بعضه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، فكنت خايفه جدا وقلقانه ان في حاجه من الحاجات اللي انا عملتها تبوظ. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله ان كل حاجه طلعت زي الفل وطلع طعمها يعني اللهم بارك، وكل حاجه طلعت زي ما بالكتاب بيقول. طبعا انا النهارده عملت فراخ مشويه وعملت محشي وكمان عملت مكرونه بشاميل، وكل ده كان في وقت بسيط جدا. يعني انا كنت عامله الاكل ده من قبل يوم رمضان، يعني اللي هو يوم السحور، وجهزت كده الحاجات من بالليل علشان كمان يعني الحاجات كتيره وكمان علشان ما يبقاش تعب عليا، وان انا اقدر ان انا اخلص الفطار بتاعي في الوقت وفي الميعاد بتاعه. بدات بقى ان انا اسلق كده الكرنب زي ما انتوا تابعتوا معايا، وان انا بدات ان انا قطعته وجهزته وحضرت تسبيكه المحشي، وبدات كده ان انا اخلص كده كل حاجه مع بعض، وبدات ان انا احط كده الخلطه بتاعه البشاميل علشان بقى اخلص المكرونه، وبحاول ان انا انجز كل حاجه كده مع بعض. يعني انتوا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي انا بجري حوالين نفسي علشان اخلص كل حاجه و احضرها كده من قبلها من بالليل، لانه كمان كنت متبله الفراخ. هتتابعوا معايا تتبيله الفراخ دلوقتي. انا دلوقتي بحط البشاميل. انا طبعا مش بعرف اعمل اللي هو بسمنه وبعد كده دقيق وبعد كده اللبن، لا انا بجيب اللبن على حسب ما انا هعمل معيار المكرونه. يعني لو هعمل كيس مكرونه واحد هيبقى رتل واحد لبن، لو بعمل كيسين مكرونه هيبقى رتلين، على حسب الكيس المكرونه. انا يعني بعمل اللبن على مقدار كيس المكرونه، تمام. وبقوم حاطه خلطه بشاميل وبقعد اقلب فيها كتير كده، بقعد اقلب فيها وعلشان برضو ما تكتلش معايا، وكمان انا ما عنديش مضرب علشان يساعد الحوار معايا بسرعه. فبعد كده بقوم حاطه بحط كده فنجان صغير من الدقيق، وبقعد اقلب 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 لغايه ما يتجانسوا مع بعض كلهم، وبقوم حاطه ملح وفلفل، بحط بقى البهارات، وبقوم بقى يعني بقلبها كمان عشان كله بقى ياخد من كله. وبعد كده لما بحس ان هي مكتله سنه بقوم حطها في الخلاط اضربهم، بيدي الشكل اللي هو الكريمي وبتبقى تحفه جدا. والحمد لله الحمد لله ان هو الاكل فعلا يعني جوزي يعني قعد يقول لي تسلم ايدك وشرفتيني وعملتيني بجد. انا فرحت جدا ان الاكل عجبهم. ودلوقتي بعمل تعصيقة اللحمة علشان المكرونة. بدأت ان انا انزل كده بسمنة وحطيت شوية زيت، وبدأت بقى ان انا يعني اعمل كده البصل مع بعضه علشان بقى ايه يدبل شوية او يتكرمل. بعد كده نزلت باللحمة زي ما انتوا شايفين كده، وبدأت بقى ان انا يعني اعمل كله مع بعض وكده، وبدأت ان انا انزل بالبهارات. وزي ما انتوا شايفين انا يعني بجهز كل حاجه مع بعضها. يعني انا كنت بره بعمل المحشي، بعد ما خلصت المحشي بدات بقى ان انا اعمل حاجه المكرونه، وبعد كده بقى هبدا ان انا انضف الفراخ بتاعتي، وهبدا بقى ان انا اتبلها بالتتبيله وهسيبها. يعني كل ده انا جهزته وسبته في التلاجة لتاني يوم، وقمت بقى خلصت كل حاجه
من حواليا، علشان كمان كان البيت عندي انتوا عارفين ان الاطفال ما بيسيبوش حاجه في حالها. فانا بدات بقى ان انا اجهز بقى كل حاجه قبل ما هم يجوا، والحمد لله بدات ان انا خلصت كل حاجه قبل الاذان بربع ساعه، وكنت غرفت وخلصت كل حاجه وحضرت كل حاجه الحمد لله. ودلوقتي بدات بقى ان انا سبكت الطماطم بتاعه المحشي، و هبدا بقى ان انا انزل كده بالرز اللي معايا، علشان بقى بعد كده احط بقى الخلطه. وبدات ان انا اعملهم كده مع بعض، علشان بقى ايه اطلع بقى ان انا احشي المحشي بتاعي. طبعا كل شيخ وليه طريقه زي ما بيقولوا، يعني كل واحد بيعمل اكل على طريقته، بس هو في الاخر الاكل كله بيطلع نفس الشكل وبنفس الطعم. هو يعني ممكن انا نفسي غير نفسك، يعني في اختلاف في الطعم، بس هو نفس الشكل بتاع الاكلات بتبقى في الاخر. وبدات بقى ان انا طلعت لفيت المحشي، وكان معايا كده جبت كده حبه فلفل علشان برضه ما يبقاش كله كرنب بس. حطيت بقى مليت الحله اللهم بارك، مليتها للاخر علشان برضو تكفي، وحطيت برضو حله صغيره على قد الفلافله وحشيت الفلافله. ودلوقتي بقى هبدا ان انا اعمل تتبيله الفراخ. هجيب كده بصلتين وهجيب طماطميتين، وهحط بقى بهارات فراخ وثوم بودر وبصل بودر، وكمان هحط حبة صلصة، يعني معلقتين كبار او معلقة كبيرة، هو على حسب الكيس اللي موجود. وبعد كده بقى هبدأ بان انا احط الملح والفلفل وكل بقى كل البهارات اللي معايا حطيتها في قلب التتبيلة ديت، علشان اخلي الطعم الفراخ يعني كده يكون طعم زي المشويات. انا هشويها عندي في الفرن، بس كان طعمها بجد كان تحفة كأني عاملاها بره. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا احضرها كده في الكبة، وهبدأ بقى ان انا اطلع بقى الفراخ معايا عشان بقى جاهزة، وابدأ بقى ان انا اتبلها كويس جدا. و ابدأ بقى ان انا اسوي زي ما انا قلت لكم، انا بدأ الحاجات من بالليل، وعلشان بقى اصحى تاني يوم بقى الصبح اكون بقى على حاجات كده خفيفة، يعني التسويات. وابدأ بقى ان انا برضو انضف البيت واظبط بقى الدنيا، لان انتوا عارفين ان وقت في رمضان ده بيبقى وقت ضيق جدا، وعلى طول الوقت بيجري. والحمد لله ان انا بقيت قدها وشرفت جوزي قدام اهله، ودي حاجة بسطاني ومفرحاني جدا ان الاكل بجد كان تحفة. وانا مش قادرة اوصف لكم سعادتي. و كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، ويقعد عليكم الأيام بخير بإذن الله، لا فقدين ولا مفقودين. ولو انت وصلت معايا لغاية دلوقتي وما حطيتليش اللايك، انزلي بصراحة حطيلي اللايك، عشان اللايك بتاعك ده بيفرق معايا جامد جدا، وبيخلي غيرك يشوفني وبيرفع الفيديو بتاعي. وتكتبي لي كومنت كده حلو زيك، وتشجعيني كده وتحفزيني وتقولي لي انتوا عملتوا ايه اول يوم رمضان. و يعني لو انت ما انتش مشتركه اشتركي بسرعه علشان تكبري العيله بتاعتنا، وكلكم على راسي من فوق. وبشكر اي حد جديد دخل عندي، بحبكم جدا. زي ما انتم شايفين كده بدات بقى ان انا يعني انضف بقى الفراخ معايا، واشيل بقى الضوافر بقى اللي بتبقى في الجناح ديت، بدات ان انا اشيلها، وبدات بقى ان انا اتبلها بقى بالتتبيله، وهبدا بقى ان انا اغسلها الاول علشان امنع منها اي زفاره. و هبدا بقى ان انا جبت كده ليمون وجبت دقيق وملح، وهبدا بقى ان انا ادعك فيهم. بجد الطريقه ديت بتمنع منها اي ريحه زفاره. ما بحبش ان انا احط خل خالص في الفراخ، لان الخل بيثبت ريحه الزفاره في الفراخ او في البط او في اي حاجه. الخل بيزود ريحه الزفاره، بيثبتها في ريحه الاكل. فانا ما بحبش كده خالص. ان انا ببدا بقى ان انا كويس في الفراخ بتاعتي من جوه ومن بره، وبدات ان انا اعصر الليمون كده علشان بقى ايه اتبلها كويس جدا، وريحه التتبيله ما يبقاش فيها ريحه زفاره. طبعا انا بعتذر لكم جدا لو الفيديو اتاخر عليكم، نزل لكم يعني تالت يوم او رابع يوم، لان
انتوا عارفين ان في رمضان بيبقى في عزايم اول كام يوم كده. انا عملت عزومة، بعد كده اتعزمت عند اخت جوزي. فانتوا عارفين الايام بتاعت رمضان ديت فالواحد بيبقى ملبوخ فيها جدا. فانا بعتذر لكم لو انا ما عرفتش ان انا انزل لكم الفيديو في ساعتها، لان انتوا برضو عارفين ان انا عقبال بمنتج وبسجل لكم الفيديو وبيحمل وكده. وطبعا انتوا عارفين ان انا الاولاد عندي مش بعرف اعمل منهم اي حاجه غير لما بيكونوا نايمين. و انا بعتذر لكم جدا، ويا رب الفيديو ينول اعجابكم ويكون خفيف على قلبكم. وهنا بقى بدات بقى ان انا خلاص بقى سلقت بقى المكرونه، وبدات بقى ان انا اصفيها كده من الميه بتاعتها، وهبدا بقى ان انا انزل كده بالتسبيكه بتاعت الطماطم، عشان انتوا عارفين ان انا بعمل المكرونه البشاميل بصلصه، لان في اكتريه ناس بيعملوها كده بيضه بالصوص كده بتاع البشاميل. انا مش بحب كده خالص، وانا قلت لكم في الفيديو في فيديوهات قبل كده ان انا بحبها بالصلصه، وعامه اي بورسعيدي بيحبها كده بالصلصه، يعني مش اكتريهم برضو بياكلها كده بيضه. لا احنا بنحبها كده بالصلصه، بنحبها يعني نحس كده ان الطماطم بتدي طعم اكتر في المكرونه البشاميل عما تكون صوص ابيض. انا مش بصراحه مش بحب اللي هو الصوص الابيض خالص، ان هي تبقى كده بالبشاميل وخلاص. لا بحب ادي كل حاجه إيه يعني حقها. وبرضه زي ما انا قلت لكم كل شيخ وليه طريقه، يعني كل واحد بيعمل الاكل على حسب ما هو متعود، وبرضه بيطلع اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده خلاص بقى بدأت بقى ان انا اجزأ كده الفراخ بتاعتي، وقسمت كده الفرخة اللي انا هبدأ ان انا اسلقها علشان اطلع منها الشوربة عشان اسقي بيها المحشي. بدأت بقى ان انا تبلتها وحطيتها زي ما انا قلت لكم في الاول، ان انا حطيت كل الحاجات دي بعد ما جهزتها وخلصتها حطيتها في التلاجة، علشان جهزت بقى بالليل، لان انتوا عارفين الوقت بيعدي بسرعة. زي ما انتوا شايفين كده بوريكم ان كل حاجة كده دخلت في التتبيلة، وان تبلتها كويس. هجيب بقى الاسترتش دوت وهلف بيه الصينيه كلها علشان احطها بقى في التلاجة، وعين بقى كل حاجه في التلاجة زي ما انا قلت لكم. يبقى انا كده خلاص خلصت المحشي، وكمان عملت تبلت كده الفراخ. ناقص ان انا اعمل المكرونه البشاميل، وبدات ان انا احط كده البشاميل في قلب الخلاط. زي ما انتوا شايفين بتاع البشاميل اللي عندي كان كلكع شويه، فانا اديته سنه كده ضرب في الخلاط. وبدات بقى ان انا عملت كده، جبت الصينيه بتاعتي، وبحب قبل ما اعمل اي حاجه ان انا اخد كده معلقه بشاميل وادهنها كده تحت في الصينيه كلها، وفي الجناب ومن تحت وكله. وابدا بقى ان انا احط المكرونه وانزل باللحمه واحط شويه بشاميل، وبعد كده انزل بالمكرونه واعمل بقى طبقه البشاميل كلها. خلاص بقى حطيتها بقى في التلاجة. وده كان تاني يوم بقى طلعت بقى الحاجة من قلب التلاجة، وبدأت بقى ان اسوي الفراخ معايا. بجد اللهم بارك، الريحة كانت تحفة لما سبتها كمان في التتبيلة لغاية تاني يوم. بجد التتبيلة كانت شربت من الفراخ وكان طعمها تحفة. وحتى الفراخ المشوية كان طعمها زي ما يكون ان انا شويها بره، ما هياش مشويه في البيت خالص. بجد اللهم بارك، الاكل كان تحفه جدا. وكمان كان كتير جدا علينا، يعني انا كنت خايفه جدا ان الاكل ما يكفيش، بس الحمد لله الاكل كفى. وانتوا عارفين ان احنا في الصيام، والواحد كده بيبقى يعني هو كوباية المية والتمر، يعني البطن خلاص بتستكفى عن كده. زي ما انتوا شايفين كده طلعت بقى الفراخ من التلاجة، وبدأت بقى ان انا يعني الاختراع دوت انا عارفاه بقالي فترة، ان انا اجيب كده ازازة واحط كده شوية مية فيها، ازازة تكون ازاز، واحط كده شوية مية زي ما انتوا شايفين، وابدأ ان انا ادخل الفرخة جوه الازازة. بجد بتدي طعم تحفة، وبتسوي الفراخ يعني بتهريها، بس يعني بتكون طعمها بجد اللهم بارك. في ناس كتيرة جدا ما تعرفش حوار الازازة دوت، وفي ناس برضو بتعرف الحوار بتاع الازازة دوت. في ناس يعني عارفة وفي ناس ما تعرفش.
وانا بدات ان انا ادخل الفراخ في قلب الازازه، وبجد كان طعمها تحفه. وبدات بقى ان انا دخلتها الفرن زي ما انتوا تابعتوا. وده بقى كان المحشي، طلعته بقى من التلاجة وبدات خلاص الفراخ استوت معايا. بدات ان انا اسقي كده الشوربه زي ما انتوا شايفين. وجبت كده قعدت اهز كده في الحله بتاعتي علشان الشوربه بقى تدخل في الاجزاء تحت من الحله وكله يستوي، ما يبقاش نص مستوي النص التاني مهري. بدات بقى ان انا اجيب طبق عشان اعرف اتحكم يعني في الميه، وكمان المحشي معايا يستوي كله. وانا بعمل الحركه دي من زمان جدا، حوار الطبق دوت يعني بعتمدها الصراحه. وهبدا بقى ان انا اغطيها، هبدا بقى ان انا احطها في الفرن، وهظبط بقى ال يعني المقدار بتاع الشوربه بتاعتها، لان يعني الحله اللهم بارك كانت مليانه زي ما انتوا شفتوا معايا كده. والحمد لله ان هي كفت وبزياده، يعني دي حاجه انا كنت قلقانه منها. جبت بقى دي الحله بتاعت الفلافله، كانت حاجات بسيطه كده عملتها كده في حله كده على قدها. بدات برضو ان انا اسوي كده الشوربه، لان انتوا عارفين زي ما انا قلت لكم ان الوقت كان ضيق جدا. بدات كده ان انا انجز معايا في الوقت، وهو المحشي يعني خلص قبل المغرب، اذان المغرب بربع ساعه. وبدات بقى ان انا اسويها كده على النار. كنت بشوف بقى يعني الحاجات بدأت معايا تدخل معايا في السوية ولا لا. وهنا كنت خلاص بقى يعني خلصت بقى كل حاجة كده يعتبر. وبشوف كمان الفراخ يعني بدأت ان هي تستوي معايا، وخلصت بقى شلت الفراخ خالص. وبدأت ان انا حطيت المكرونة البشاميل لان ما كانش فيه وقت خالص. وطلعت بقى الفراخ يعني غلفتها في الورق الفويل. وكمان كان خلاص المغرب كان ده يعني بدأ ان هو هيأذن خلاص. وده كان شكل الاكل بعد ما خلصت، ومعرفتش ان انا اصور لكم النهاية لان خلاص كان هم اجم. وده كان الشكل النهائي للفيديو. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم من اعجابكم. بحبكم جدا، نورت.